بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديس البابا بطرس الجولي، وهو البابا 109، وهو من قرية الجولي التابعة لمدينة منفلوط، وترهبن في دير القديس الأنبا أنطونيوس، وكان اسمه العلماني منقريوس، ورسم في دير أبو سيفين قسطا، وبعدين اترقى لرتبة القمصية. ولاحظ رئيس الدير فيه التقشف والنسك الشديد، حتى وصل مسامعه للبابا مرقس، فاستدعاه وقال ان هو محتاج لراجل صالح زيه يرسمه مطران للحبشة، وكان ده بناء عن طلب ملك الحبشة نفسه. لكن إرادة الله رسمته مطران على الكنيسة في مصر، وأصبح وكيل المطرانية باسم توفيلوس. في عهد محمد علي رسم بطريرك، وكان الكل أجمع عليه، واتصف هذا البابا بالتقوى والرعوة والنسك الشديد، وكان دايما بيقرأ في الكتب المقدسة، ودايما بيصلي من أجل سلام الكنيسة. وكانوا كتير بيشوفوه بيدخل أوضته ويعيط بالدموع ويبكي ربنا كتير عشان ربنا يودع سلامه على الكنيسة ويدعم السلام فيها، وما كانش مهتم بأكل أو بشرب، وكان لما بيشتهي أكل يسيبه لغاية لما ينتن عشان نفسيته ما تشتهيش حاجة تاني من الأكل، ويفضل على النسك والصلاة طول الوقت. وكان إذا دعاه حد العرس فكان دايما بيقول إن يجب على العريس والعروسة يحضروا القداس الصبح الأول، وده شرط أكيد. وكان يشترط على كل الكتاب إنهم ينسخوا الكتب المقدسة عشان الكنيسة ويوزعها على الكنائس كلها، وكان ده للأديرة والكنائس الأثرية. وكان في وقت ما النيل ميته بتنقص كان بياخد الأواني المقدسة بتاعة المسبح ويدعي أقباط ومسلمين لحضور مراسم غسل الأواني في النيل، فكانت ميته بتزيد وتفيض. وفي يوم عدو الخير نصب شباكه ووقع بينه وبين الملك محمد علي، وكان ساعتها النور المقدس بيظهر، وقال له إن ما كنتش اشوف النور المقدس ده على ايديك ساعة القداس مش هيحصل طيب، وهتحصل مجازر ومشاكل بينا. فالبابا امر انه كل الشعب يصوم 3 ايام ويحضر القداس معاه، وان ده يحصل في وجود البابا دايما، عشان ربنا بيسمع للناس دي انها بتصلي بامانة، وهو بيصلي في نفس الوقت متأكد ان الامر مش بايده لكن بايد ربنا. وحضر القداس ده الملك محمد علي وخلفائه، وساعة القداس في لحظة معينة رفع ايديه قدام المسبح، وإذ بالنور المقدس ينور ويزيد، وده طبعا بعد طفي النور في الكاتدرائية كلها أو في الكنيسة كلها، ونور ربنا هو اللي حل، وكان نور جامد جدا حتى إن محمد علي أغمى عليه من الضوء الجامد ده، وقال له باللفظ كده أمان يا بابا أمان، يعني كده مظبوط. ففرحوا الشعب، وبكده تم تكريم البابا بطرس الجولي على النور اللي ظهر ده، رغم ان هو مش في القدس لكن ربنا بعت له النور على ايديه زي ما هم قالوا، وكانت معجزة كبيرة جدا وقتها. وكمان محمد علي زاد تكريمه قدام العالم كله، وجه مندوب من عند محمد علي بيسأله إن كنت عايز حاجة أو عايز توصل لمرتبة، لكنه فجأة قال له أنا ماليش منصب وماليش مركز، لكن سيدي هو كل شيء، وسيدي هو اللي جه من أجل الجميع اللي هو ربنا يسوع، وهو ذات المنصب ده. هو لما جه قعد مع الخطاة والفقراء وما كانش ليه مكان يسند رأسه فيه، أما أنا باكل وبشرب وليا مكان أقعد فيه، فدي نعمة كبيرة جدا. فاستغرب المندوب اللي من عند محمد علي من اللي قاله البابا، وقال له بالظبط كده إنه يحيى ملككم وإلهكم اللي معودكم على البساطة والتواضع ده كله، وهل ملككم دوت بيحيى إلى الأبد؟ وكان ده سؤال البابا للمندوب، لكن مندوب محمد علي قال له مهما عاش الملك في يوم هيجي يموت. فرد البابا بكل إيمان وقال له انتوا ليكم ملك بيموت، لكن احنا لينا ملك عمره ما بيموت وفي حمايته إلى الأبد، وهو الله. ومكان من المندوب ده ركع قدام البابا وباس قدميه على الكلام العظيم اللي سمعه منه، وقال دي بساطة ووداعة غريبة جدا منك يا سيدنا البابا. ولما أكمل سعيه بسلام تنيح،
في 28 من شهر برمهات سنة 1568 للشهداء. بركة صلواته تكون معانا امين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. وبركة امنا العذراء اولا واخيرا تكون معاكم ومعانا. وبركة القديس البابا بطرس البابا 109 تكون معاكم. وبركة القديسين تحل عليكم. واذكرونا دايما في صلواتكم امين.